لو لسه بتعملي البيتزا وبتبوظ منك، تعالوا بقى في الفيديو ده هقولكوا على تريكات حلوة قوي هتخليها معاكي زي بتاع المحلات واحلى كمان. هقولكوا برضو ازاي الجبنة تاخد معاكوا المطة دي، اي نوع جبنة يا بنات. بس الفكرة في تريكة واحدة هقولها لكم في الفيديو، وهنقول برضو سر التسوية المظبوطة ايه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، طعمها كان خطير وكانت تحفة بأمانة، هتعجبكم قوي لو جربتوها بطريقتي. وهقول لكم ازاي نعمل كده الصوص بتاع الطماطم، هنعمله برضو بطريقة حلوة قوي. نعمل كده صوص الطماطم مشويه وبالزعتر وبزيت الزيتون، تحفه ما شاء الله اللهم بارك. واقول لكم ازاي نعمل كده المايونيز في البيت، هنعمله كده كريمي بقوام تحفه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، ولا غلطه يا بنات. اتمنى كده ان انتوا تكملوا معايا الفيديو لحد الاخر لان هتستفيدوا مني كتير. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير والطريقه. هبدأ بقى كده اختبر الخميرة. معايا ظرف كده من الخميرة اللي هي الفورية، هنزل عليها بكوباية مية دافية. المية تكون دافية ولا سخنة ولا ساقعة، وهنزل كده بمعلقة صغيرة من السكر، وابدأ اقلب كده الخميرة مع السكر بالشكل ده عشان برضو تتفاعل كده مع بعضها، واركنها برضو 5 دقايق عقبال ما اقلب كده كل المكونات مع بعض. معايا بقى نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه رشة كده من الملح، ربع معلقة كده من الملح. وهحط برضو عليه معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر. وهحط كوباية مية كمان، مية برضو دافية. ده بقى كده من المايونيز اللي انا عاملاه، طبعا ده اختياري، حابه تحطيه براحتك، مش حابه ما تحطوش خالص. انا بصراحه بحطه على طول عندي لان انا كده كده بعمله في البيت، وطريقته سهله وموفر جدا. يعني بحب ان انا احطه كده في عجينه البيتزا. لو مش حابه تحطيه مفيش اي مشكله خالص. نص كيلو دقيق يا بنات خد معايا كده كوبايتين من الميه. طبعا انا حطيت اول نص كوبايه، والنص التاني هنزل كده بالتدريج عشان برضو كل نوع دقيق بيختلف عن اللي قبله. يعني في انواع دقيق النص كيلو بياخد فيها نص كوبايه ونص ميه، وفي انواع دقيق تانية زي اللي انا استخدمته ده خد معايا كوبايتين ميه. حطيت بقى كده رشه من الزعتر. العجينة سهلة جدا ما بتاخدش وقت خالص. ممكن برضو تزودي حليب، ممكن تزودي زبادي بدل المية، ممكن بدل المية تحطي برضو حليب، اللي حابة تحطيه حطيه. بس انا حبيت اعملها كده عجينة عادية خالص زي بتاع المحلات بالظبط، ولا بيحطوا حليب ولا بيحطوا زبادي ولا الافتكاسات دي كلها. شوية مية والخميرة ورشة الملح ورشة السكر. انا مزودة من عندي المايونيز، حابة تحطيه تمام، مش حابة ما تحطوش خالص استبعديه. عجنت بقى العجينة وقعدت اعجن فيها لحد ما ظبطت معايا. وقمت بقى في الاخر لما كده بربع كوباية من الزيت، اقل من ربع كوباية كمان ما استخدمتهاش كلها. هجيب بقى كده 4 حبات من الطماطم وقطعتهم بالشكل ده، مع 4 برضو فصوص توم، وحطيت عليهم كده زيت زيتون، ورشيت رشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة زعتر بالشكل ده كده. بصوا بتبقى طعمها خطير، الحركة دي بجد بتدي طعم تاني خالص للبيتزا. حطيتها بقى كده تحت الشواية في الفرن لحد ما استوت معايا. هاخدها بقى اضربها في الهاند بلندر او الخلاط المتاح عندك. وقمت بقى مزودة كده معلقة كده كبيرة من الصلصة اللي هي المعلبة دي، ونزلت برضو بشوية الزيت زيتون اللي كانوا متبقيين كده في الصينية. كده الصلصة جهزت معانا، هنزل بقى كده هعمل الشاورما. نزلت كده بقى بالفراخ، وهنزل برضو بالبصل واشوح كل ده مع بعضه لحد كده ما البصل يا دوبك يدبل بس، والفراخ برضو تاخد لون معايا كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين انزل بقى كده بالفلفل الالوان. الفلفل والبصل انا مش بسويهم قوي، يا دوبك بس تشويحة خفيفة خالص مع الفراخ عشان برضو لسه كده كده يدخلوا الفرن. حطيت بقى كده بهارات فراخ وفلفل اسود وملح مش اكتر من كده، واقلب بقى كل ده مع بعضه بالشكل ده كده. ما شاء الله تحفة يا بنات، اتمنى كده ان انتوا تجربوها تعجبكم قوي بجد. كده العجينة كانت خمرت اهي ما شاء الله. بصوا تحفة العجينة، تحفة حلوة قوي من غير افتكاسات كتير، عملناها بشوية مية وشوية دقيق. ما شاء الله اللهم بارك، وعجينة حلوة قوي. عملتها بقى كده، قطعت النص كيلو على 3 كور بالشكل ده. عملوا معايا بيتزتين كبار وبيتزاية كبيرة قوي يعني، ما شاء الله عملوا معايا كمية حلوة. بصوا بفردها بقى كده في الصينية اللي هي بتاع البيتزا كده بالشكل ده. بعد ما قطعت البيتزا 3 كور سبتهم طبعا يخمروا بتاع 5 دقايق كده عشان برضو يبقوا سهلين معايا وهما بينفردوا. فردتها بقى كده بالشكل ده، وبدأت كده اعملها بالشوكة عشان برضو ما تقبش معايا قوي في الفرن. مش عايزينها، احنا بنعمل بيتزا مش بنعمل عيش، فعايزينها ان هي ما تبقاش تخينة قوي وما تقبش برضو معانا، فلازم ان احنا نخرمها كده بالشوكة.
بصوا بقى كده القوام بتاع الصلصة ما شاء الله اللهم بارك، حلوة قوي وفيها كده طعم الشوي في الفرن، طعمها فعلا خطير. بصوا بالشكل ده بقى هفردها ما شاء الله اللهم بارك. هفردها بقى كده على وش البيتزا بالشكل ده. هحط بقى كده جبنة رومي، دي جبنة رومي قديمة بطارخ يا بنات، بجد بتدي طعم حلو قوي. هحطها كده على وش على العجينة نفسها. هفردها بقى كده بالشكل ده، وحطيت برضو جبنة موتزاريلا. ما شاء الله الحركة دي بتدي طعم للبيتزاية نفسها، العجينة بتديها طعم خطير. هبدأ كده احط من الفراخ بالشكل ده كده، شاورما الفراخ اللي انا عملتها. واحط برضو كده من الفلفل الالوان. بصوا الفكرة ان الفلفل الالوان ان احنا ما نسووش قوي، لان هو كده كده لسه هيدخل الفرن فهياخد تسوية، فعشان برضو ما يبقاش مهري على وش البيتزاية. وانا ما مش بحب ان انا احطه يبقى ني كده، لان ولادي بيحسوا بيه في الاكل فمش بيرضوا ياكلوه، فانا بحب ان انا اديله تشويحة كده خفيفة على النار. فردت بقى كده الشاورما الفراخ بالشكل ده. احط برضو كده زيتون اسمر، هفرده كده بالشكل ده برضو. طبعا الاضافات اللي انت حابه تعمليها، حابه تعملي الحشو باللحمه بالسوسيس باللانشون بالتونه باي حاجه تحبيها، لكن احنا بالنسبه لنا مش بنحب بصراحه غير الشاورما الفراخ، فعشان كده انا بعملها بالفراخ على طول. هفرد بقى كده جبنه بالشكل ده، حطيت بقى الجبنه كده بالشكل ده وهحطها الفرن على طول، مش بتاخد مخدتش وقت خالص. هنا بقى انا كنت حسيت ان الصاج صغير، قمت نقله واحده كده في صينيه صغيره، ودي الكبيره بقى اللي انا بقولكوا عليها ما شاء الله كان حجمها كبير قوي. بالشكل ده بقى هبدا افردها. بصوا ما شاء الله خدت اكتر من نص الصاج. هفردها بقى كده بالشكل ده واسيبها طبعا ترتاح شويه، وبعد كده بقى بقوم حاطه الحشو. بصوا اهم حاجه ان احنا نعملها كده بالشوكه عشان برضو ما تقبش معانا زي ما قلتلكوا. ما شاء الله اللهم بارك. هبدأ بقى كده احط الصلصة، افردها كده على وش البيتزاية. وبجد الزعتر بيدي طعم حلو قوي، يعني انا حطيته في الصلصة وحطيته في العجينة لان احنا بنحب طعمه، بالذات اللي هو الزعتر الحلبي، بجد بيبقى طعمه حلو قوي في الاكل. هحط بقى كده جبنة رومي بالشكل ده. الجبنة الرومي بتدي طعم برضو حلو قوي للبيتزاية، يعني انا بحب ما اقدرش ان انا استغنى عنها خالص في البيتزا، لان بتدي طعم احلى من الجبنة الموتزاريلا كمان. هفرد بقى كده، حطيت جبنه موتزاريلا، طبعا حابه تعملها بالجبن والخضار المتاح عندك استخدميه. انا ساعات كتير بعملها بالجبن والخضار وخلاص، يعني ما بتاخدش معايا وقت خالص، انا بالنسبه لي سهله جدا، لان ساعات برضو مش بعمل في صواني ولا ده كله، بقوم عاملاها فردها في صاج واحد، واقوم مدخلاها كده الفرن وعاملاها بالجبن وبالخضار، ما بتاخدش وقت خالص. بس برضو بعمل نفس العجينه ونفس فكره الصلصه، دي اللي اساسيه معايا ما اقدرش استغنى عنها خالص، لان فعلا بتبقى جميله وبتدي طعم حلو قوي للبيتزا. هفرد بقى كده الشاورما برضو بالشكل ده، وهحط برضو تاني كده جبنة موتزاريلا على وش البيتزا. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا هحطها بقى كده في الفرن، برضو ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، يعني بالظبط ما بتكملش ال10 دقايق وبكون مطلعوها. بشغل الفرن من تحت لحد ما تاخد لون من تحت، وبعد كده بشغل الشواية دقيقتين 2 بس، لان عندي الفرن لازم اشغل الشواية، لو الفرن بتاعك بيوزع الحرارة خلاص ما تشغلهاش. بصوا بفرد بقى كده الزيتون برضو بيديها طعم حلو قوي يا بنات. طلعت اهي ما شاء الله اللهم بارك. بصوا التسويه، لو شغلنا الشوايه والبيتزا دي والجبنه اللي على وش البيتزا دي نشفت، مش هتديكي مطه خالص في الاخر. سر المطه ان احنا ما تسويش الجبنه ولا تخلي وشها يحمر. بصوا اللون اللي هي واخداه، اللون ده بيخلي البيتزا الجبنه بتديك المطه المطلوبه زي بتاع المحلات، لكن لو حرقتي وش البيتزا او سويتي الجبنه بتنشف معاكي ومش بتديك المطه خالص. ده كده سر ان الجبنه تعمل معاكي مطه في الاخر وبرده تحسي بطعمها، لكن لو انت سويتيها وحرقتيها ما بتحسيش بطعم الجبنه خالص. هي دي التركه اللي انا بقول لكم عليها في الجبنه. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شكلها النهائي تحفه. طلعت بقى كده من الفرن، ده كده شكلها النهائي، والتسويه برضه اهيت ما شاء الله زي ما انتوا برضو شفتها في اول الفيديو. بصوا هي كانت سخنه جدا جدا، ما كنتش عارفه امسكها خالص، ما قدرتش ان انا استحمل الحراره. المايونيز بقى انا بعمله على طول في البيت، انا بصراحه بحب اعمله لانه طبعا بره سعره بقى مبالغ فيه قوي. بجيب كده كوبايه من الحليب، وبعد كده بقوم حطاه في الفريزر تسقع خالص وتبقى متلجه معايا،
وبقوم جايبة كده كوباية وربع من الزيت، كل كوباية حليب لها كوباية وربع من الزيت، وبقوم حاطة رشة فلفل أبيض، وبعد كده بقوم حاطة رشة ملح، وحاطة طبعا ليمونية كاملة بعصرها، واحط معلقة كده كبيرة من الخل. لازم معلقة كبيرة من الخل يا بنات، لو عملتوا المايونيز من غير معلقة الخل والليمونة مش هتديكي المزازة ومش هتديكي الطعم المطلوب. وبرده لو حابة تزودي معلقة من المستردة زوديها تمام، مش حابة خلاص مفيش مشكلة. انا بعملها كده بالطريقة دي على طول، بيبقى تحفة وبيبقى خطير. لو عايزين الطريقة بتاع المايونيز هحطها لكم برده في الكومنتات. طلعت بقى كده من الفرن اهي بالشكل ده، ما شاء الله اللهم بارك. كده بقى خلصت الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى فيديو النهارده يكون نال اعجابكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.